خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة، والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ما حقيقتها؟ لماذا خلقها الله عز وجل؟ كيف يتصرف المؤمن في هذه الدنيا؟ هل يركض وراءها أو يتركها خلفه ولا يبحث عنها حتى عن نصيبه؟ دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما السوق، فرأى تيسا جدي تيس أسك مقطوع الأذن ميت جيفة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وراه الصحابة. طبعا جيفة ميتة لو مقطوع أذنه بعد، فقال لأصحابه: من يشتري هذا الجدي؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا ما اشتراه أحدنا. يعني المقطوع الأذن في عيب، لو حي ما حد اشتراه، شلون هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام، شوف المثل الحين، قال: الدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم. شفتوا شلون أنتم تنظرون لهذا الجدي، هذا التيس المقطوع الأذن الميت الجيفة تستقذرونه؟ هكذا الدنيا عند الله عز وجل. هذه هي حقيقة الدنيا. الدنيا ترى مثل الواحد رايح قصر وفي الطريق مر على ممر يعني يضيق الخلق. هذا الممر ترى بس الطريق، هذه الدنيا. القصر هو منزلك الآخر. ما بالكم بمن ركن إلى هذا الممر وهذه الدنيا ونسي اليوم الآخر. دخل خادم عبد الرحمن بن عوف أحد التجار مبشر بالجنة، لكنه تاجر أيضا، كان صائما رضي الله عنه. فدخل عليه خادمه بالفطور، فنظر لإفطاره فبكى. ما يبكيك يا عبد الرحمن؟ قال: قتل حمزة وهو خير مني، وما وجدنا ما نكفنه فيه. وقتل مصعب. ومن مصعب؟ تدرون شنو مصعب؟ كان مترفا في المدينة في مكة، لما راح المدينة زهد بالدنيا. قال: قتل مصعب فلم نجد ما نكفنه فيه. إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. أخشى أن تكون الدنيا قد بسطت لنا. أخاف أننا عجلت لنا طيباتنا في الدنيا. ثم ترك الطعام وأرجعه ولم يفطر إلا على تمرة. هكذا كان الأولون. الله يصف الدنيا لأولئك الناس اللي انغروا فيها. حصل فلوس شوية، حصلت كم بيزة، جاء رصيد، جاء ورث، ترك الدين، ترك المسجد، ترك الصلاة، ترك العبادة، ركض وراء الدنيا. فتحت له أبواب التجارة، نسي ذكر الله عز وجل. إنما مثل الحياة الدنيا، شوفوا المثل الجميل، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ماء ينزل على الأرض وشوف النبات الجميل اللي يطلع. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ما ينزل على الأرض، شوف الأرض شلون تصير جميلة بعدين، شوف الورود، شوف الزهور،
شوفوا الزخارف، شوفوا الزينة. الواحد يطالع يقول خلاص راح تظل الدنيا هكذا. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. خلاص ظن الناس أن الدنيا امتلكوها بإيدهم، ما في شيء راح يصير. الفلوس عندي والملايين موجودة والعمارات موجودة، ايش راح يصير؟ ما راح يصير شيء. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، نزل وعد الله عز وجل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فجأة الزرع الأخضر هذا والورود والزهور ينزل عليها أمر الله فتصير حصيدا، تصير أرض ملساء، أرض قاحلة بأمر الله جل وعلا. غابات تحترق، زهور تذهب، نباتات تحترق من على الأرض، عمارات يفلس الإنسان منها، أرصدة تروح عليه، جسد صحيح فجأة سقط على الفراش. ترى هكذا الدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. ترى دارك بعد الموت اللي قاعد تبنيها اليوم في الدنيا. الأعمال الصالحة ليس حراما أن تتكسب من المال، ليس حراما أن تعمل بالتجارة، ليس حراما أن تركب سيارة، لكن الحرام أن يصدك شيء من الدنيا عن ذكر الله عز وجل. حلالك تزوج، جيب الأولاد من الأولاد ما شئت، بل هذه السنة، بل بالعكس اسكن بيت من السعادة أن يكون عندك بيت واسع وزوجة صالحة وأولاد ومال يكفيك، هذه من السعادة. لكن إذا ألهتك عن ذكر الله هني المصيبة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، نعم الله كثيرة، لكن إياك أن تصدك هذه الدنيا عن الصلاة، عن القرآن، عن الذكر، عن العبادة، عن طاعة الله عز وجل. تدري ايش راح تصير الدنيا هني؟ راح تصير الدنيا ملعونة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. إلا إذا كانت الدنيا تساعدك على ذكر الله رفعت عنها اللعنة، فإذا صدتك عن ذكر الله فهي ملعونة وملعون ما فيها. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في كلمات جميلة: إن الكافر إذا رأى المسلم يعاهده ثم يغدر لم يعد له وثوق في دينه، وصده ذلك عن الدخول في الإسلام. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
هذه هي الدنيا بينما ينعم الإنسان فيها ويعيش حياة جميلة يأنس بها ويسعد بها، فجأة إذ تكدرت عليه. من سره زمن سأته أزمان. وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثال جميل، قال: ما لي وللدنيا، يعني أنا ليش أتعلق بالدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب. شوفوا المثل الآن، راكب يعني مسافر، استظل تحت شجرة، شجرة تحتها ظل، جلست تحتها فترة ثم أكملت طريقي. هذا الظل، هذه الشجرة في السفر، هذه الدنيا بس. ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا هي الدنيا. أبو ذر كان رجلا زاهدا. احنا ما نقول حق الإنسان ما يجوز لك تشتري سيارة ولا تشتري لك أثاث لكن هناك بعض الناس ممن زهد بالحياة، خلاص قلبه معلق بالآخرة. صح، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن على قدر تحصيلك من الدنيا وانشغالك بها على قدر تركك للآخرة. غالبا لا يجتمعان إلا من جعل الدنيا لأجل الآخرة. أبو ذر دخل عليه أحد أصحابه فرآه في بيت قديم لا أثاث ولا متاع. قال: يا أبا ذر، ما لي لا أرى في بيتك لا متاع ولا ماكو شيء، شو البيت اللي أنت جالس فيه؟ قال له: يعني إنما هي أيام ونحن سنغادر هذه الدنيا، بما معنى هذا الكلام. فقال له: يعني لا يمنعك هذا حتى لو كنت في الدنيا وقت قصير أن تؤثث، أن تشتري لك متاعا؟ فقال أبو ذر له، قال: صاحب البيت لا يدعنا فيه، صاحب البيت لن يدعنا في هذا البيت. من مالك كل شيء؟ إنه الله جل وعلا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ابن عباس في أثر له، يقول: يأتي الناس يوم القيامة في المحشر فإذا بعجوز شمطاء زرقاء بادية أنيابها، امرأة عجوز قبيحة، الناس ينظرون إليها ويفرون منها، وهي تريدهم وهم يبتعدون عنها ويقولون لها: إليك عني، إليك عني، ابتعدي عنا. يقول ابن عباس: فإذا بها تقول لهم: أنا الدنيا التي كنتم علي تتقاتلون. شفت الدنيا شلون قبيحة؟ هذه حقيقتها. الدنيا في حقيقتها الله جعل ما عليها زينة لها لأنها ليست مزينة أصلا، جعل ما عليها زينة، المال والبنون تزين الدنيا، وإلا في الدنيا في الحقيقة لا شيء. يا أيها الناس إن وعد الله حق، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من أجل الدنيا تدري ايش سووا الناس؟ من أجل هذه الدنيا والحياة الفانية قتل الأخ أخاه. من أجل هذه الدنيا الحقيرة قطع الابن أمه وعق والديه. من أجل هذه الدنيا الحقيرة ترك بعض الناس أولاده ورماهم من أجل أموال. من أجل هذه الدنيا كم هجر الأخ أخاه، وكم فسد الناس، وكم باعوا دينهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شفت الزرع لما يبدأ بالربيع، أول ما ينزل المطر تبدأ النباتات، صح ولا لا؟ فتشوف الدنيا تصير خضرة ما شاء الله، ما أجمل الخضرة هذه. فجأة
بعد شهر شهرين آخر الشتاء بدأت تصفر فيضيق صدر الناس. ما شاء الله كانت الأرض الزينة جميلة خضرة بالمطر، بعدين صارت صفرة، وبعد شوي صارت يابسة وتحطمت وجاءت الريح فأطارتها ورجعت الأرض ميتة مرة أخرى. شفتوا هذا الانتقال؟ أرض ميتة خضرة صفرة صارت حطامة. ترى هذه هي الدنيا. بس اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. شوف الناس حولك، يا أما زواج أولاد يبون يتكاثرون فيهم، أو أموال يتفخرون فيها. وتكاثر في الأموال والأولاد. شوف المثل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. مطر ينزل يصير نبات، الزراع يستانسون فيه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ترى هذه الدنيا اللي الأمم اليوم قاعدة تتقاتل عليها، هذه الدنيا حقيقتها اللي الناس هجرت الصلاة من أجلها، هذه الدنيا اللي بعض الناس حتى القرآن ما يفتحه من أجلها، هذه الدنيا التي من أجلها تقاطع الناس وتقاتل الناس وسفكت الدماء ونهبت الأموال وفسدت الأرض من أجل دنيا فانية وزائلة. غر الناس بربهم وتركوا شريعة ربهم. يقول عبد الله بن المبارك عن وهب: إن استطعت ألا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. اي والله الدنيا حلوة وخضرة. قال: وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ليش الله جعلها حلوة وخضرة وعليها فتن وعليها زينة وعليها متاع؟ لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، أي لا تفتننكم هذه الدنيا ولا ما فيها من شهوات. المؤمن يأخذ نصيبه من الدنيا لكن يجعله زادا وبلاغا إلى الآخرة. يعرف لما هو أصلا وجد على هذه الدنيا، ويعلم لما هذه الدنيا قد زينت. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أما الذي نسي العمل ونسي الآخرة، نسي صلاته وعبادته وقرآنه ودينه وانشغل بالدنيا يركض وراءها، والله لو حصل على وادي من الذهب لابتغى الثاني، ولو حصل على الثاني لابتغى الثالث. شوفوا اللي عنده 20 مليون شبعان أغلبهم يبون 20 ثانية، اللي عنده 100 مليون يبي 100 الثانية. هكذا ابن آدم لن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. أما أهل الإيمان يعرفون يعني حسب المرء
في هذه الدنيا لقيمات يقمن صلبه. يتمتع، مو حرام عليه يتمتع بالدنيا، ما يحرم أحد زينة الله التي أخرج لعباده، مو حرام. يلبس الحسن ويركب الجميل ونعلا حسنا وثيابا حسنة، هذا كله مو حرام، وليس من الكبر وليس من البطر، لكن يعرف أن هذا فقط بلاغ للآخرة، ما ينشغل بهذه الدنيا عن الآخرة. قارون أعطاه الله عز وجل من المال ما لم يعط غيره، مفاتيح كنوزة، مو كنوزة، مفاتيح كنوزة العصبة وللقوة ما يشيلونها، ما يشيلون مفاتيح كنوزة، مو كنوزة نفسها. ومع هذا ماذا طلب الله عز وجل منه؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني اللي الله أعطاك إياه اجعل لله عز وجل، ابتغي فيه الدار الآخرة، يعني سخره لله عز وجل. الله ما قال لك كله تصدق فيه، لكن اجعل جزءا منه لله عز وجل. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله قال حق قارون مو حرام انك تستمتع بالدنيا، استمتع، لكن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. بس هذه الشروط، أحسن، أطعم الفقير المسكين الجائع، أدي زكاة مالك، لا تنفق أموالك في معصية الله عز وجل وعليك بالعافية. لكنه تكبر، لكنه قال إنما أوتيته على علم عندي، انفتن بالدنيا، حتى أن بعض الناس اللي قلوبهم معلقة بالدنيا قلوبهم هفت، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. مساكين هذيل، ضعاف العقل، أهل الدين والإيمان ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أشرف الخلق وأغنى الناس حقيقة، لأن الغنى غنى النفس ترى. دخل عليه عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حصير، كان أحيانا ينام على الأدم الجلد، وأحيانا ينام على حصير، أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم والعرق يتصبب، نايم. دخل عليه عمر فاستيقظ، بكى عمر، قال يا رسول الله ملوك فارس والروم على الفرش والديباج والحرير وأنت على هذا. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ليس حراما أنك تستمتع بنعم الله عز وجل، أن تخرج إلى الطبيعة فتمتع عينيك، أن تجلس وتستمتع بخلق الله عز وجل، أن تأكل مما أطعمك الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا مو حرام، بل الحرام أن يحرم الإنسان زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن المسكين الذي تشغله الدنيا عن الآخرة، المسكين الذي إذا جمع شيئا من الدنيا منع، يجمع فيمنع للأسف عن الفقير والمساكين، هذا المحروم الذي لم يجعل دنياه سبيلا للوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض، محروم والله. أهل الإيمان يعيشون في الدنيا والله لو بصحراء، والله لو بسجن، لو بكهف، لو عايشين بفقر، تلقاهم عايشين بجنة، جنة الإيمان، جنة الطاعة. لما سجن ابن تيمية قال أنا جنتي في صدري، وين يسجنوني؟ وين يقدرون علي أصلا؟ أهل الإيمان يعيشون في الدنيا في جنة، ومن لم يدخل جنة الدنيا هذه لم يدخل جنة الآخرة. من الناس للأسف من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب في الآخرة. ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء أهل الإيمان. لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن اتق الدنيا لا تصدنك عن أخراك، فإنها النعيم الحقيقي.
خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدره. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدره، كيف ينسى الطين قدره.